ورا طويله اماميه. هاني سعيد عايز يضغط الاغا، غلط هاني سعيد، انطلاق، انفرد، فرصه يا راجل. وامير عبد الحميد امكانيات وعنده تمريرات الصحيحه على الارض، عنده مهاره المراوغه والمرور دايما بيستفيد منها كويس قوي الحقيقه محمود عبد الحكيم. طويله من بترول اسيوط، مجدي مصري ماسك كرة بقاله لينا 3 4 دقائق، ملعوبه حلوه فيها فكره. هيثم متردد يخرج ولا لا، يسيبها لنجاح، لسه خطيره 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 جوه جول عبد الله سيسي. هيثم محمد اتردد يخرج ولا ما يخرجش، اتحطت لعبد السلام نجاح من بورسعيد، جماهير وفيه الحقيقه. يتقدم عبد الله سيسي، هنشوفها تاني. هيثم قال اطلع ولا ما اطلعش، اتردد، سلام نجاح وحاططها حلوه، هي الغمزه ما فيهاش قوه، انما غمزه رايحه هناك بعيده ببطن رجله اهي، ببطن الرجل كانه راكنها بالظبط، تضرب في بطن القايم وتتهادى داخل الشباك، عشان بعد 10 دقائق تصبح النتيجه 1 للنادي المصري لا شيء لوادي دجله. طبعا القرار هنا قرار لحظي، خدت قرار تطلع قلب وداوده واحمد مجدي، وبالتالي في الشكل الهجومي بتحس ان النادي المصري فيه شكل باكتر من 4 و5 لاعب. انفراد الاغا، عنده فرصه يلعب على طول، عنده فرصه يا راجل يا راجل، عايزه على طول كانت من الاغا، اتاخر في اللعبه، لسه بيقول يلعب. ويزدم تاني مع هاني سعيد، التحامات وضغط قوي وكل حاجه، عنده فرصه. ويزدم يلعب العرضيه خطيره خطيره، برافو عليه، انما فرصه اعتقد لو خدها مباشره ادي عدل الكره العرضيه وخروج هي في توقيت مثالي. تاني زهران بادئ الهجمات، هاني سعيد بالدوادي باستمرار من عند هاني سعيد، عنده رؤيه، لعيب كاشف الملعب كله. داوده عايز يعمل الاختراق، داوده التسديده لكن ضعيفه المره دي في ايد مجدي اللي ليه مجهود كبير الحقيقه. حلوه يا ولد، يلعبها لشديد قناوي ناحيه شمال، شديد لو اخترق عنده فرصه يقف على كورته تاني، يموت، لعبها عرضيه خطره خطره خطره، برافو هيثم، برافو هيثم المره دي. احمد مجدي هيلعب، مجدي يريح، خطيره خطيره تاني فيها فكره لمحمود عبد الحكيم، واحمد مجدي يلعبها قويه، مفيش رايه تاني، ترجع شديد، احمد شديد قناوي صاروخ جوه جول. شديد قناوي من الاجوان 20 واهي هنشوفها تاني. هنا زهران وادي شديد قناوي صاروخ صاروخ متقدم هيثم الكره، هنشوفها تاني اهي من الزاويه دي كمان هتوضح، شوفوا حضراتكم اهي فعلا فعلا تخدع هيثم محمد وتروح في المقص. شوف هل خبطت في حد؟ خبطت في ظهر ويليام من تحت عشان تبعد الكره شويه قدام شديد قناوي. وادي دجله بدا ينزل عاشور التقي ويبدا الهجمه ويحاول برضه، عدى ويزدم بقوته، انطلق يسند عند عاشور، عاشور يستنى تاني ويلعبها لويزدم لو عدى، لكن برافو برافو هاني سعيد بيأدي دور مهم جدا حتى الان. يا سلام يا عبد الحكيم، راجع مسافه كبيره وعامل مجهود كبير. محاوله تاني داوده خطير لشبيطه لعاشور، وعاشور يلعبها مفيش رايه، عنده فرصه، هو الجون هو الجون. مش ممكن لان الراجل رايح على انفراد صريح. هنشوف لحظه لعب الكره، لحظه لعب الكره دايما بنقول لعبها، استلم دخل بقى الياس الملاعب. حلوه من زهران، عجبني زهران الحقيقه، اداء رشيق. تاني فوزي عنده فرصه يلعب بالعرض، فوزي يلعبها عرضيه خطره 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 خطره، وقلوب الدفاع اهي هنشوفها تاني. الراجل يعني اتساب خالص اهو، اثنين دول ماسكين، واحد بس ماسكين عبد السلام نجاح، وجاي الاغا يلم ويلحق كورته، والاغا يلعبها عرضيه هناك خطيره خطيره، شديد قناوي يخلص، ترجع لدرغام، لسه خطيره، الحصري عنده فرصه يلعبها عرضيه فاتت، ترجع على طول تخبط في احمد مجدي. لعيبه وادي دجله بيقولوا له جايه في ايديه، انما من الخلف وبالتالي شكل خطوره. هنشوف عبد السلام نجاح ضغط احمد مجدي، برافو يا ولد، اغا اهو اللي بقول لحضراتكم بينزل دلوقتي اتاخر، داخل جامد الراجل، داخل جامد الراجل، وحط ايده في الخطر، حط مجدي. تقدر تقول على اللعبه اللي فاتت دي ايه؟ قله خبره، قله خبره منه. ليه؟ لعيب صغير في السن اندفع في فرصه اهي، كمل في اعتقد في سد احمد زهران، وبالتالي بعد طرد احمد مجدي اللاعب الصاعد بفريق وادي دجله، حط الثاني خطيره خطيره جوه جول. الهدف الثالث عبد السلام نجاح. المشكله الدفاعيه موجوده هي في قلوب الدفاع عن مال اهي، هنشوفها تاني. شوف حضراتكم المشكله هنا، والباصه الجميله تحسب ليه
عبد الله سيسي اللي هياها وكانه اداله قال له خد هات جون. زيدوا باكثريه على دفاع وادي دجله، تحس انهم بيتحكموا في الايقاع زي ما هم عايزين. عبد الحكيم يقف على الكره تاني، يقف على الكره ويموه تاني، يلعبها عرضيه. برافو هيثم، يمسك على طول هيثم. صلح احمد مجدي بيظبط برافو هيثم محمد، ويكمل عليها بصدره كده عمرو عادل. ترجع تاني عبد الله سيسي اللي عمل بيسعى ده برضه انه يحصل على قطعه ارض ويعمل ملعب مثالي كبير. ادي عبد الحكيم لكن على طول يقف على الكره تاني، خايف ان الاغا يكون متسلل. مفيش رايه واصله عند الاغا، والاغا يلعبها حلوه. الرايه هناك المره دي انما فيها فكره هنشوفها تاني. يعني صعبه لعبه صعبه، انما اسامه شديد قناوي بيشتغلوا على المساحات كويس. عدى شديد قناوي عنده فرصه يلعبها بالعرض، لكن على طول برافو هي كويس. دم فتح الاغا عاشور التائب في البناء، وادي هوبا والله كان هيبقى هدف عالمي. هيشوفوا حضراتكم، بقول لحضراتكم كان هيبقى هدف عالمي على طريقه كده كوارشي نجم نادي الزمالك. تاني شديد قناوي غير اتجاهه مره والتانيه. عبد الحكيم خلص كويس، عبد الحكيم مشي يحط النجاح، ونجاح بيدور يسند تاني لعبد الحكيم، وعبد الحكيم يستنى على كورته يموه، وعمل العرضيه خطيره. لكن برافو طلعت مره تانيه. برافو مصطفى طلعت لما بدا يثبت في الحته دي داخل او خارج بورسعيد. ويزدم يلعبها خطره لو لمس بدماغه. نزول من اللعيبه اللي واكبت رحله الصعود الحقيقه، وكان ليه دور بارز. ويزدم لو عدى خطير بيتعدل. لسه واحده والثانيه مستني المسانده يحطها لعبد الفتاح، قطع كويس قوي. تاني عبد الفتاح الاغا، لكن على طول يتخلص هاني سعيد. يبص للحكم قال يلعب درغام، يغير اتجاهه. ويزدم وسع لنفسه يحط الكره قدامه، وادي التسديده لكن تعلى فوق المصري، لكن عادت لهم السيطره تاني. حاول داوده تاني، فوزي يقف على الكره. احمد فوزي عايز يغير اتجاهه. داوده عبد الله سيسي لو استلم جوه الجول. وبقول لحضراتكم لانه لو استلم خلاص بقى هو وهيثم محمد، ويحطها اللي جاي سهله على طول عشان ينضم الى اصحاب الاهداف الثلاثه. ونشوف حضراتكم، بقول لحضراتكم لو استلم الراجل كتفه مصطفى طلعت، لكن اتاخر عليه مصطفى، لعيب خطير في الحته دي. ادي داوده، وادي شوف الراجل كتفه، لكن على طول عبد الله سيسي لف وسطه. طالما الفرود يلف خلاص، طالما اديت له فرصه يرقصه ويلمه. لعبه تاني، محاولات دجلاويه حلوه في اليمين. وعاشور العرضيه خطره، لكن برافو تدخل او يستنى على الكره شويه. دخل معاه في اللعبه وائل وخد الفاول. طلعت خطره، وادي رأسيه وزدم.